السلام عليكم وأهلا بيكم. مستمرين معاكم في تغطية كل الأخبار الفنية الخاصة بشهر رمضان 2024، وفي فيديو النهاردة هنستعرض معاكم قائمة المسلسلات الأولية اللي هتتذاع على شبكة قنوات النهار، اللي بتحاول تعود للمنافسة تاني وتقدم أعمال قوية من خلال الموسم الرمضاني 2024. وقبل ما نبدأ في تفاصيل الفيديو، لو انت أول مرة تشوفنا ياريت تشترك معانا في القناة وتفعل زر الجرس وما تبخلش علينا بلايك للفيديو، ويلا بينا. رمضان أهلا أهلا بيكم مرة تانية. أول مسلسل هيتذاع على شبكة قنوات النهار هيكون مسلسل أمير العوامري، اللي هيكون من بطولة الفنان هاني سلامة، وهيشارك معاه في البطولة مجموعة كبيرة جدا من النجوم، ومنهم ريهان حسين ومي سليم وخالد زكي وسوسن بدر. والمسلسل بتدور قصته عن رجل أعمال بيواجه صراعات كبيرة مع رجال الأعمال الآخرين، واللي بيكون بينهم منافسة مستمرة في السوق، وبيحصل بينهم كتير من الصراعات في خلال أحداث المسلسل. تاني مسلسل موجود معانا هو مسلسل إثبات نسب. المسلسل هيكون من بطولة الفنانة درة، وبالفعل تم البدء في تصوير المسلسل، وهيشارك معاها في المسلسل مجموعة كبيرة من النجوم، منهم محمود عبد المغني ونبيل عيسى وهند عبد الحليم وإسلام جمال. والمسلسل بتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، وبتقدم فيه الفنانة درة شخصية أم بتحاول تثبت نسب ابنها للشخص اللي كانت متزوجة منه، واللي بيكون رجل أعمال. والمسلسل من المسلسلات المكونة من 15 حلقة. وتالت مسلسل معانا هو مسلسل محارب، اللي هيكون من بطولة الفنان حسن الرداد، وهيشارك معاه في البطولة الفنان ماجد المصري وكريم عفيفي وتامر عبد المنعم. والمسلسل بتدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي، وبيحكي عن شخصية عزيز محارب، الشخص المكافح اللي بيكون شغال سواق ميكروباص، وبيمر بالعديد من الأزمات اللي بتغير حياته، وبيواجه صراعات كبيرة في أحداث المسلسل. والمسلسل هيكون مكون من 30 حلقة. ورابع مسلسل معانا هو مسلسل للأذكياء فقط، اللي هيكون من بطولة الفنان حمد المرغني والفنان كريم عفيفي، وهيشارك معاهم في المسلسل مجموعة كبيرة من الفنانين، منهم رنا رئيس وريم سامي. والمسلسل بيضم مجموعة كبيرة من النجوم اللي بيظهروا كضيوف شرف في المسلسل، وبتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي عن 2 طلاب جامعة بيحاولوا يعملوا مشروع خاص بيهم، وبيحصل لهم كتير من المواقف والمغامرات الكوميدية في أحداث المسلسل. وخامس مسلسل معانا هو مسلسل ب100 راجل، اللي هيكون من بطولة الفنانة سمية الخشاب، وهيشارك معاها مجموعة كبيرة من النجوم، منهم صلاح عبد الله ومحمود عبد المغني وسما إبراهيم وهالة فاخر. أما بالنسبة لتفاصيل المسلسل فهي بتدور في إطار اجتماعي درامي، وبيحكي عن الفتاة الشعبية غالية اللي بتقدم دورها سمية الخشاب، اللي اضطرتها الظروف الصعبة إنها تشتغل سواقة ميكروباص، ومع تتابع الأحداث بتمر بأزمات كتير في حياتها، وده اللي هنتابعه خلال أحداث المسلسل. والمسلسل اللي بعد كده معانا مسلسل سر إلهي، اللي هيكون من بطولة الفنانة روجينا، واللي بتقدم تاني بطولة مطلقة ليها في موسم رمضاني بعد مشاركتها بمسلسل ستهم في رمضان اللي فات. وهيشارك معاها في المسلسل مجموعة كبيرة من النجوم، منهم محمد ثروت اللي هيقدم دور زوجها، وكمان هيشارك معاهم في المسلسل الفنانة رنا رئيس ونهى عابدين ومحمود حجازي. والمسلسل هيكون من نوعية المسلسلات الدرامية الاجتماعية، وهيكون مكون من 15 حلقة. وآخر مسلسل موجود معانا ضمن قائمة المسلسلات اللي هتتذاع على شبكة قنوات النهار مسلسل جريمة منتصف الليل، اللي هيكون من بطولة الفنانة رانيا يوسف، وهيشارك معاها في المسلسل الفنانين أحمد عبد العزيز وصلاح عبد الله ومحمد عز وعفاف شعيب. والمسلسل هيكون من نوعية المسلسلات التشويقية، وبتدور أحداثه عن جريمة قتل البنتين طلاب بتحصل لهم في وقت متأخر في مقر السكن بتاعهم، وتبدأ التحقيقات في القضية، ويحصل كتير من المواقف الغامضة والمثيرة في أحداث المسلسل. والمسلسل هيكون من ضمن المسلسلات المكونة من 15 حلقة اللي هتشارك معنا في الموسم الرمضاني. وكده يكون وصلنا لنهاية فيديو النهاردة. ما تنساش تسيب لنا رأيك في كومنت، وتدعمنا بلايك للفيديو واشتراك للقناة، ويا رب ما نكونش طولنا عليكم، واشوفكم على خير في فيديو جديد. سلام.